هنقول يا صباح الفل، ازيكم؟ معاكم على فكرة، اوكي، معاكم على تواصل دائم ان شاء الله. ايه هو الحب؟ بس احنا ظلمنا الحب، يعني الحب ده مش مجرد كلمة ولا مشاعر بس بنحسها. الحب ده حاجات جوانا، احنا اصلا مخلوقين من الحب، احنا مخلوقين من روح ربنا. ربنا لما حب نتواجد في الكون كان بيحبنا، فالحب احنا مخلوقين منه. ربنا جميل قوي، فخلقنا حلوين قوي، فلما نفخ فينا من روحه خلى يبقى جوانا حب غصب عننا. فمفيش حد تقدر تقول عليه ما بيحبش، حتى القاسي، حتى القاتل، حتى المتمرد. دايما بشوف ان هيبقى جواه برضو لمسة حب. هتلاقي فيه حتة كده صنانة تحسوا انها ايه جواه، سايبها لحد، مامته، حبيبته، بنته، في حاجة كده هتبقى هو بس اللي يحسها. كانوا جابوني في لقاء قبل كده كنت بتكلم عن الحب. هو أحلى ما في الوجود إنك تحب ربنا اللي خلق فيك الحب، وكل ما تحبه هيحسسك أكتر يعني إيه حب. حب مش مشاعر ولا كلمة ولا أفعال ولا كل ده، هي باكيج كده كاملة متكاملة فيها كل حاجة حلوة، مفيش أي حاجة وحشة. اللي يحب عمره ما بيكره، ولو كرهت من كتر حبه، بس هو ما بيكرهش، هو بيأسى لأنه حاسس إنه يد بالقوي مع ناس مثلا ما تستاهلش أو ما خدش من وراه حاجة، مع إن هو مش مستني حاجة بس بتصعب عليه نفسه. الحب حب الروح، في إدمان، تحس كده إنك هايم عاشق في ملكوتك، على طول بتفكر فيه، على طول حاسس بيه، على طول نفسك تبقى معاه، على طول بتفرح لما بتشوفه، على طول بتحنله، على طول عايز تديله، مش عشان تاخد، عايزه تبقى فرحان، هو كمان كذلك لو بيحبك، فما بيجي يديلك بيبقى عايزك كمان فرحان. يا بخت الاتنين اللي فعلا بيحبوا بعض. يقول لك حتى الجواز ما بيبقاش هو شركة، بس ممكن ما يبقاش في حب. احنا يعني بنعتبره انه ممكن يستمر شراكة، غصب عنه هيستمر. لما بتبقى بني شركة مع حد وانت غصب عنك مستمر في الشركة المصالح اللي بينكم، اما مش اي اتنين متجوزين يحبوا بعض، مش اي حبيبة يتجوزوا بعض، ده بيبقى رزق غالي قوي من ربنا. ادعوا يا جماعة، ادعوا، الدعوة دي ممكن تجيب حاجات عمرك ما تحلم بيها. ده رأيي بصراحة. طبعا ده بالنسبة لمشاعر تونسيات الكابلز، الحبيبة، العاشقين الهايمين في ملكوت الله. ده المقصود بيه. اما الحب موجود في كل حاجة، موجود في النباتات والحيوانات والجماد نفسه. يقول لك ربنا ما خلقش حاجة في الكون غير ما بيسبح بيه، فده حب. ذكر الله لوحده، اي حاجة، الذرة اللي في الكون، الذرة اللي في المية واحنا بنقرا عليها قرآن بتتغير طاقتها. اول ما بتسميه بتقول بسم الله بتتغير طاقتها. عايز ايه بقى؟ عايز ايه اكتر من كده؟ ده الحب. عشان بنحب ربنا كل حاجة في الكون هتحبنا.